يا صباح الفل والورد والياسمين عليكم، وصباح التفاؤل، صباح السعادة، صباح الفطار التحفة ده. وغيري من الفول والطعمية، واوعي تشتري باتيل أفران، نفذيه في البيت بأقل التكاليف واقتصادي إن شاء الله. ولا زبدة ولا سمنة، شوية زيت عندك على شوية دقيق، هتعملي أحلى بوريك التركي بروكي الأفران بأقل التكاليف، مع شوية شاي بالنعناع. وينفع فطار وفرحي ولادك، وإن شاء الله تقومي تنفذيه بعد ما تشوفي الطريقة. لو أول مرة بتشوفوني، دوسوا اشتراك في القناة وفعلوا زر الجرس علشان يوصلكم كل جديد. شايفين قد ايه هش وقد ايه تحفة، وقد ايه العجينة مظبوطة وملمسه خطير وهش كده وخفيف جدا جدا، وطعمه مظبوط بجد. ان شاء الله بعد ما تشوفي الفيديو تقدري تنفذي الطريقة. اول حاجة بدأت بيها كوباية مية دافية تقدري تستحمليها، طبعا ايدي نظيفة، نزلت بيها وعليها كيس من الخميرة الفورية وربع كوباية من السكر. هتدوبيهم كويس جدا وهتغطيهم علشان تختبر الخميرة بتاعتك اذا كانت نشطة ولا لا. غطيتهم وسبتهم شوية، الخميرة طلعت نشطة وزي الفل. هنزل بقى بمعلقة كبيرة من الصلصة الجاهزة ونص كوباية من الزيت زي ما انتوا شايفين كده، بس الزيت لازم يكون نظيف، ولا زبدة ولا سمنة، بأقل المقادير. ان شاء الله تقدري تنفذيه وتقومي تنفذيه دلوقتي. تفطري منه، تاخدي معاكي الشغل وانتي رايحة، تفطري منه مع كوباية الشاي، بيغنيكي عن 1000 باتين من الأفران، وأوفر وأرخص. الكيلو وصل ل50 جنيه بتهيألي، بجد إن شاء الله تقدري تنفذيه في البيت. نص كوباية لبن رايب كانت عندي في التلاجة، نزلت بيها على المقدار بتاعي. معلقة صغيرة من الكركم علشان تقدري توصلي للون بتاع الأفران اللي بتشتريه من بره. نزلت ب4 كوبايات من الدقيق، لازم تنخليه، ونجاح المخبوزات معاكي في نخيل الدقيق بدل المرة 2. نزلت ب4 كوبايات من الدقيق، وده طبعا على حسب نوعية الدقيق اللي انت بتستعمليها. في دقيق بيتشرب السوائل وفي دقيق بيطرد السوائل، فانت هتعجني لحد ما توصلي للقوام المناسب بتاع العجين بتاعك. العجينة هتتلم معاكي كده بسهولة، بس لازم يكون فيها سن تلزيق كده معاكي، علشان ده العجينة المظبوطة اللي هتطلع هشة ومظبوطة معاكي. انا عجنت كده بالطريقة دي لحد ما العجينة اتلمت معايا بالطريقة دي العجينة المظبوطة. مسحت ايدي بمسحة من الزيت او تعملي برشة من الدقيق. بدأت اقور كده العجينة، التكويرة كده المظبوطة، بحيث ان هم يكونوا كلهم قد بعضهم، وتقدر تستخدمي الميزان في معايرة الكور. كان عندي بقى بقايا جبنة رومي وحتة جبنة قديمة في التلاجة، حشيت بيها الباتيه بتاعي زي ما انتوا شايفين. تفردي كده قطعة العجينة معاكي، وتحشيها بقى بجبنة رومي او سواء جبنة قديمة، وتلفيها كده زي الرول زي ما انتوا شايفين كده. وهعملها كده لفة بايدي، وهبدأ ارصها في الصينية بتاعتي. حشيت شوية بالجبنة الرومي وشوية بالجبنة القديمة. ينفع تحشيها قشطة، ينفع شوكولاتة، الجبنة المتاحة عندك تنفع، جبنة تلاجة، جبنة فيتا، كله ينفع. هتفرشي فرشة من الدقيق او من الزيت، وبدأت ارصه في الصينية. جبت بيضاية وضربتها مع معلقتين من اللبن علشان البيضة تفك معاكي، وبدأت اديلها مسحة كده من على الوش بالبيض واللبن زي ما انتوا شايفين كده. وتنزلي بقى ايه، رشة حبة البركة، رشة سمسم، المتوفر عندك رشيه على الوش، بيدي شكل وطعم خطير علشان تقدر تلزق معاكي في البيت زي ما انتوا شايفين كده. رشتها بحبة البركة، وكنت مسخنة الفرن من قبلها على درجة 180 وعلى حسب درجة حرارة الفرن بتاعك، وخبزتها على درجة 200 زي ما انتوا شايفين. دي الصينية التانية، يعني ال4 كوبايات دقيق ما شاء الله طلعوا معايا كمية مناسبة. العيال اتعشوا منها وفطروا منها، وانا كمان يعني اكلت معاهم منها. بجد قد ايه تحفة، طعمها هش وخفيفة وخطيرة. ان شاء الله تعجبكم وتقوموا تنفذوا الطريقة دي، تسيبيها عندك للولاد وانت مش موجودة، يفطروا منه، جاعوا ياكلوا منه، مشبع وخفيف وهش وطري وتحفة جدا جدا. اتمنى تجربوا الوصفة دي، وتدعموني بلايك وشير وسبسكرايب مع شوية شاي بقى بالنعناع
وكان بودي اقول لكم بجد اتفضلوا معايا ان شاء الله تنفذوا الطريقة، واشوف رأيكم في الكومنتات. ويا رب يا رب اكون بقدم لكم حاجات بتستفادوا منها بلو بحاجة بسيطة، وتنفذوا التجربة دي، واسمع رأيكم في الكومنتات مش هتندمي. لو وصلت لحد هنا من الفيديو ما تنسيش تصلي على النبي وتدعميني بلايك، واشوفكم في الفيديو الجاي فيديوهات اكتر وحاجات اقتصادية ان شاء الله تعجبكم. اشوفكم في الفيديو الجاي. باي باي.